ولقد أسمعت لو ناديت حيا. البارحة على الانترنت مطبرشية طبرون يسبون بالوائلي، تغدون له فدوة يا رعنان. يا هل دفعكم تبقون عرباين انتم؟ يطبر براسه ويلعن بالوائلي، تغدي له فدوة. خدم المذهب ووعانه، وكنا بالسبعينات نحتاج كلمة والصدى وصعد على المنبر وكنتم انتم داخلين الرجال. انا ايش مستفاد من راسك تطبر بي؟ ايش مستفاد بي؟ قدم الشيء للمذهب انت؟ يا ترى انت بساحة المواجهة زلمة؟ ذي ساحات الوغى، دروح خذ قامتك هناك. اسد علي وفي الحروب نعامة، منو دفعكم؟ غير كم واحد ارعان. هاي المؤسسات معروفة والله قاعد يفضحهم يوم بعد يوم. رجل انت عصارة عمره للمذهب، سويتوا وهابي وسويتوا كافر، واخر المطاف دفعتوا زعاطيطكم الرعنان، اسمحوا لي بالتعبير، يسبون به، قاعد يتعلمون اولادنا على الجرأة. بس راح تدور الدوائر وكباركم تنشتم. نعم تدور الدوائر، الله كفيلك، وكباركم تنشتم. من حفر حفرة لأخيه. رجل بدل ما تحترمون اسمه دزيته هلا، بس شو اقول؟ والله ما اقول اللهم يلعنكم دنيا واخره. ايش تسوون بينا؟ يوميه بدعه. اطفال شباب صغار بدل ما تبنيه بشكل صحيح رابط له سلسله برقبته، وهذا شنو كلاب رقيه؟ على اساس بنات الحسين كان عندهن كلاب. رقيه ما تحتاج لها كلب، يراد لها زلمه شريف يصون عرضه، يصون نفسه، يقف بساحات الوغى، يدافع عن المذهب. ذني ما تلقاهم، ما تلقاهم ابد. مقدم نفسه الرقيه كلب. قل احنا بالعراق محتاجين كلاب، عندنا ايش قد كلاب؟ هو عندنا كلاب احنا بالعراق. قدم نفسك على انك شيء. لو يطلع واحد من اولاد المراجع يقول شكو بها، احنا قبل عندنا كلب صادق وكلب باقر. يعني الوهابيه يقولون كلاب علي وانت انه متأيد كلامهم؟ بس ابن مرجع ما اقدر احكي عن عنده فضائيات. فضائيات عنده، وعنده رؤوس امار ضخمه. انا العبد الفقير، نعم، من اسمعنا احنا؟ علمتم اولادنا على هالجرأة هاي. منو بيكم خدم المنبر مثل ما خدم؟ والله بالسبعينات كان وضع حرج، بالذات بالثمانينات العالم كله محارب الشيعة. صعد على المنبر وفي قمة التسنن والمال الخليجي، قدم زاد. نعم قد نختلف وياه بطرح طرحين، بس مو تجرئ لذول الزعاطيط، اسمحوا لي بالتعبير، على سبه. شنو سوى الرجل؟ انتقد المطبرشيه. ليش بس هو انتقد؟ سيد محسن الحكيم ما قال التطبير غصة في حلقومنا؟ ارجع الى كبار مراجعنا. سيد ابو الحسن الاصفهاني، محمد الشهيد الاول، يقول لا يفعله الا العوام. يا اخوان التفتوا رجاء، التفتوا، التفتوا رجاء. والله المذهب امانه في اعناقنا. اذا مو عندنا جرعه وعي ترى ننبلع. ما معقول رجل قضى عمره كله يقدم لنا خدمه وصعد على المنبر، تجي انت جايب لك كم واحد طفل مغرر بيه. طبر، ما لي شغله بيك، ليش تلعن؟ يردون يسوون شارعنا شارع خرافه. ايه شارع خرافه، ناس تطبر وناس على الفحم وناس شطحيه وناس ما تعرف، وناس على القزاز. اقول لك هسه واحد محرم يتقلب على القزاز، زين عندنا بكربلاء واحد ذبوا على القزاز. طيب انت تتقلب على القزاز، ابنك الصغير ليش؟ شنو ذنبه؟ هذا ابو 3 اشهر مطبرينه ليش؟ الله ما منطي ولد، ناذر نذر، اذا الله ينطيني وليد اطبره. شنو هالنذر هذا؟ شنو هالنذر هذا؟ نذر مال عاقل لو خبل. انت قول له يعطيني وليد اطبر راسي، راسك هذا مو راسك، راس ابنك. قال لك مو الاب عنده ولايه، ولايه خير. طقيته ومات، شنو ذنبه خطيئه؟ الحسين يقبل؟ اقول لك هسه انا طقت بلعي ما احكي، بس المشكله ما حد يحكيها. لا الكبار ولا الصغار، الخطباء يقول شيخنا خاف يحطوا لنا عبوه. طيب انتم حطوا الكبار ايش بيكم؟ من راى يا اخي جماعه اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر. معقوله الحسين يصير يعني فحم وقزاز انت شايفهم يسوون الموكب؟ مو مال فاتحه، دمام وبوق وكل شو كلاش، كان عرس زفوا العرس. بس ما نقدر نحكي اليوم هو قاعد يرقص وكاتب يا حسين. لا تكتب يا حسين،
انت شايف هذا المطين ويهز شتاف؟ طين وين وشتاف وين؟ ايش تسوي انت؟ ذولا لو لاقين جهه ناقده ما يسويها، بس احنا شعب الشعليه والله لو اليوم يسبون الحسين نغلس، بس اذا سبوا المحفوظ تطلع الزلم. ها ما شوف الله صار من البركه.